عايزين نكتب اللي جاي ده باستخدام الأسس. نكتب كام أس كام من غير ما نطلع نواتج. فاحنا قلنا هنا اللي متكرر هو الاتنين. طب متكررة كام مرة؟ 7 مرات. يبقى اتنين يبقى أس 2 7 أس. يا إبراهيم أنت عندك الصوت بيتردد بتاعي، لو سمحت اقفل المايك. طيب، رقم 2، -7 في -7 في -7 متكررة. -7 3 مرات، يبقى -7 أس 3. بس أنا هنا هكتب حاجة غلط، وعايز جودي تقول لي إيه اللي أنا غلطت فيه. أنا هنا هكتب -7 أس 3. إيه اللي أنا غلطت فيه يا جودي؟ غلط يا مستر، لان حضرتك كده يا مستر عمل الأس على السبعة نفسها، لازم نعملها جوه قوس. برافو عليك، لأن -7 كلها هي اللي متكررة، فلازم أكتب أس 3 على القوس عشان تبقى -7 كلها هي اللي متكررة. طيب يا يوسف عمرو، رقم 3، كام أس كام؟ 2/3 أس 5. أيوه، ال2 على 3 هي اللي متكررة. طب خلي بالك هغلط غلطة، 2 على 3 أس 5 كده صح؟ لا يا مستر، هحطها في قوس. برافو عليك، لأن أنا لما كتبت ال5 كده في الأس أنا كاتبها على الاتنين بس. لا، دي اللي متكررة 2 على 3 كلها، يبقى 2 على 3 أس 5. طيب رقم 4 يا حسن، مين اللي متكرر؟ النص اللي هو 1 على 2. طب ماشي، النص متكرر كم مرة؟ 4 مرات. أكتب كده صح؟ لا، لازم نحطها. اه، لازم لازم نحطها. النص كله، الكل أس 4 كده. طيب رقم 5 يا ياسين. ايوه يا مستر. ياسين، مين اللي متكرر؟ -3. -3 أس كام متكررة كم مرة؟ 4 مرات. أيوة، ولازم نحطها في أقواس كده، يبقى -3 أس 4. طيب رقم 6 يا يوسف. يا يوسف، يوسف مش معانا. يوسف التاني، مش يوسف عمرو. مش معانا يوسف. طيب يا عبد الوهاب، رقم 6، مين اللي متكرر؟ الإكس. لا، -X. -X متكررة كم مرة؟ 4 مرات. يبقى -X أس 4. ماشي. طيب عايز كده جودي، مين اللي متكرر هنا يا جودي في رقم 7؟ البي يا مستر والخمسة. طيب اخد كل حاجة مع اللي شبهها. ال5 خمسة دي. متكررة. 5 أس كام؟ 5 أس 2. برافو عليكي، متكررة مرتين. في، هنضربها. البي متكررة كم مرة؟ 3. يبقى نص بي 3. أس 3. برافو عليكي. طيب رقم 8 يا ريتاج، مين اللي متكرر؟ كذا حاجة. الايه. الايه والتلاتة. لو قلنا التلاتة أس كام؟ 4. متكررة 4 مرات، هنضربها في الايه. الايه متكررة كم مرة؟ 3 مرات. يبقى ايه أس 3. وطبعا انا ما اقدرش اجمع اسس هنا لان دي اساسات مش متشابهة. طيب رقم 2 اللي احنا حللناها من شوية واتكلمنا عنها، بيقول لي اكتب كل مما يأتي في الصورة الأسية بحيث يكون الأساس عددا أوليا. في حد هيغلط هنا ويكتبها بالصورة الأسية يقول لي 9 أس 2. ماشي، 9 أس 2 يعني 9 مضروبة في نفسها مرتين، يعني 9 في 9 ب81. بس هل انت خليت الأساس عدد أولي؟ لا، المفروض هتكون 3 أس 4. طب تعالى كده نحللها الأول. طيب يا رقية، أنا هقول ال81 دي مش أولي، هحللها. أقول كام في كام يديني 81؟ 9 في 9. 9. وبعد كده نحلل التسعة التسعة دي، بثلاثة في ثلاثة. حاضر. ايوه. التسعة دي مش والثلاثة أولي في عشان ثلاثة زمايلك تسعة يفهموها. طيب والثلاثة يا عدد رقية، أولي. حاضر. التسعة دي مش أولي ودي مش أولي، أحطهم في مربع أو في مستطيل. طيب نحلل دي، كام في كام يديني 9؟ 3 في 3. 3 في 3. ودي كام في كام يديني 9؟ 3 في 3. 3 في 3. كل ده أولي أحطه في دواير كده.
يبقى ال 81 الأعداد الأولية اللي طلعت منها هي التلاتة. طب متكررة كم مرة؟ 4 مرات. 4 مرات. يبقى 3 أس 4. 4. كده أنا خليت الأساس عدد أولي. طب مين يحلل معايا ال 125؟ أنا يا مستر. يا أنا. يوسف، اتفضل يا يوسف. ال يا 125. 125 بتنقسم إلى اللي هو 25 ضرب 5، برافو عليك، ماشي. وال طب واحدة 25 واحدة هنقسم. لما اكتبها. الخمسة دي مش تمام. أولي، لا، أولي. نحطها في دايرة. نحلل اللي مش أولي بقى. نحلل ال 25. ها. هتكون 5 ضرب 5. ماشي، دي أولي ودي يبقى أولي. هتكون 5 أس 3. الخمسة اتكررت 3 مرات، يبقى ال 125 عبارة عن 5 أس 3. برافو 3. عليك يا يوسف. طيب يا آدم، 625. 625. مم. كده 16 في 25. لا، هي 625 دي عبارة عن 25 في 25. 25 في 25 ب 625. تمام. يبقى دي 25 في تمام. 25. دي مش أولي ودي مش أولي. يلا نحلل دي من الأول. دي تمام. كام في كام؟ 25 5 في 5. ماشي، دي أولي ودي 5 أولي. أولي. 5 أولية ودي برضه. تمام. و يبقى كده 625 يا آدم هي عبارة كده عن إيه؟ 5 أس 4. برافو عليك، الخمسة اتكررت 4 مرات، يبقى 5 أس 4. اللي عنده صوت يقفل المايك يا جماعة لو سمحتوا. لو سمحت، اتفضل. هو احنا مش ممكن نضرب 5 في 125؟ ينفع نكتب 5 في 125. 25 في 5. تمام، ماشي. هي وهنحلل برضه. طيب نيجي في رقم 3. زي لما اقول لك مثلا حلل لي مثلا ال10، او حلل لي مثلا ال16. واحد يقول لي انا هحللها اول حاجه ابدا بيها 2 في 8. واحد تاني يقول لي 4 في 4. هيوصلوك هما الاثنين لنفس الناتج. تمام. طيب اوجد كل مما ياتي في ابسط صوره. انا عايز هنا ابسط صوره، يعني عايزك تطلع الناتج. الناتج هنا الاس هنا 3. هل للبسط بس ولا للمقام بس ولا للقوس كله؟ القوس كله. للقوس كله، يعني التلاتة تاخد أس 3 والخمسة تاخد أس 3. طب 3 أس 3 يعني 3 مضروبة في نفسها 3 مرات. 3 في 3 في 3. 3 في 3 ب9. 27 9 يا في مستر. 3 ب27. طب 5 أس 3 يعني 5 مضروبة في نفسها 3 مرات، ب يعني 125. ب125. ده أبسط صورة. كده طلعنا الناتج. طب -7 أس 4. احنا اتفقنا أي عدد سالب الأس بتاعه زوجي، السالب يفضل معايا ولا يتحذف؟ يتحذف. ده الأس هنا زوجي، السالب كأني مش شايفه. و7 أس 4 معناها إيه؟ 7 في نفس 4 مرات. يعني 7 في 7 في 7 في 7. نضرب 7 في 7 ب49. وهنا 7 في 7 ب49. نضرب تطلع 49 في 2401. 49. لا، 2401. 2401. برافو عليكم. طب هنا -5 أس 4 وهنغلط غلطة كبيرة. في واحد يقول لي إيه؟ السالب يتحذف عشان الأس زوجي. لا يا مستر، مش غلط يا هيتحذف. مستر، هو عشان غلط. واقف هي كويس. القسط ده على الخمسة بس. برافو على عليكم. 5 بس. يبقى هنا سالب أس 625. يا مستر هنا هننزل أس. السالب زي ما هو. برافو عليكم. هنا الأس الزوجي على الخمسة بس مش على السالب. أنت كنت حذفت السالب لو كان في أقواس زي كده، كويس. كان يبقى أس 4 للخمسة وللسالب. إنما طالما ما فيش أقواس يبقى السالب ينزل زي ما هو. و5 أس 4 يعني 5 مضروبة في نفسها 4 مرات. 5 في 5 في 5 في 5 هيدينا 625. كلنا فاهمين الفكرة دي يا شباب؟ طيب اه. نيجي هنا في الضرب. رقم 4. دي 9 على 4 ما عنديش فيها مشكلة.
اللي بعدها يا مستر في هتكون 4 على 9 هيدونا 1. نفك بقى يا رقية، نفك أس 2 ده. 2 أس 2 يعني 2 في 2 ب4. 3 أس 2 يعني 3 مضروبة في نفسها مرتين، 3 في 3 ب9. خدنا في الترم الأول أي عدد في معكوسه الضربي يساوي كام؟ 1. يعني إيه معكوس الضربي؟ يعني مقلوبه. 9 على 4 أضربها في مقلوبها إن هي 4 9 يدينا 1. طب في واحد مش فاكر الكلام ده، شطب ال4 دي مع ال4 دي. لازم لما ابسط ابقى ابسط بسط مع مقام. دي على 4 فيها الواحد، دي على 4 فيها الواحد، دي على 9 فيها الواحد، دي على 9 فيها الواحد. نضرب الكلام ده في بعضه هيدينا 1. طب يلا نفك كده رقم 5 واحدة واحدة. ده عدد سالب الأس بتاعه زوجي، السالب يفضل ولا يتحذف؟ لا يتحذف. ماشي، يتحذف. أنا هنا ما شفتش أساسات متشابهة. تمام. طب يبقى دي 2 على ال5 الكل أس 2. في السالب هنا هيفضل ولا يتحذف؟ لا هيفضل ليه؟ عشان الأس لأن أسه فرد. فرد. ماشي. -5 على 2 أس 3. في 1 يا مستر لأن أي إيه عدد أس صفر واحد. بكام؟ واحد. ب1. طب هو الواحد له لازمة في الضرب؟ لا. ده محايد ضربي، أي حاجة في واحد بنفس الحاجة. طب يلا نفك دي. أنا هنا مش هجمع أسس لأن دي مش أساسات متشابهة. أنا هطلع ناتج كل واحدة لوحدها. 2 يبقى أس 4 على 2 25. ب4. 5 أس 2 ب25. في السالب في سالب هينزل. 125 على 8. 5 أس 3 يعني 5 في 5 في 5 ب 125. 125. 2 أس 3 يعني 2 في 2 في 2 8. ب 8. طيب يلا نضرب بسط في بسط، مقام في مقام، أو نبسط بسط مع مقام. دي على الأربعة فيها الواحد، دي على الأربعة فيها الاتنين. ممكن كمان أقول دي إن ال 125 دي عبارة عن 3 خمسات، صح؟ صح. طب وال 25 عبارة عن خمستين. في يبقى 5 خمستين على من 2 هنا يطيروا مع خمستين من هنا. سالب 5 على 2. وهضرب موجب في سالب، السالب غالب. وواحد في 5 5. هنا 1 في 2 2. ب2. كلنا فاهمينها يا شباب؟ طيب نيجي في رقم 6. 1/5 في أس 2 في -2 ونص أس 3. أولا احنا اتفقنا برضو من الترم الأول كنا بنعمل إيه لما يبقى عدد صحيح وكسر؟ كنا بنرفع الكسر، كنا بنقول إيده في رجله زائد راسه. فأنا هنزل دي زي ما هي. 1/5 أس 2 في السالب ده زي ما هو عشان الأس فردي، وانزل المقام زي ما هو، واقول 2 في 2 ب4. 4 و1 5. ما ننساش أس 3. هل دي أساسات متشابهة عشان أجمع الأسس؟ دي 1/5 ودي 5/2. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ فك كل واحدة لوحدها. 1 أس 2 ب1. 5 أس 2 ب25. في السالب ده يفضل عشان الأس فردي. 5 أس 3 ب125. 2 أس 3 ب8. يلا نبسط. أنا عارف إن دي خمستين فيها الواحد، دي 3 خمسات. هشطب منهم خمستين بتوع ال25، يتبقى لي 5. يبقى كده الناتج كام؟ بسط في بسط، مقام في مقام. نحول موجب في سالب بسالب. 1 في 5 ب5. 1 في 8 ب8. كلنا فاهمينها يا شباب؟ طيب نيجي هنا في القسمة. يلا نرفع الكسر الأول، يمكن يطلعوا ضرب أساسات متشابهة ونطرح الأسس. نشوف. دي 9 زي ما هي، ونقول ايده في رجله زائد راسه. 2 في 9 18 زائد 7 25. على السالب ده يفضل ولا يتحذف؟
يتحذف عشان الأس لأن على نعرف زوج. لأن نعرف ماشي. زوجي. حلو عشان الأس زوجي. زوجي. ننزل التلاتة زي ما هي. 1 في 3 ب3. 3 زائد 2 5. 5. 5. بس ما ننساش ان دي أس كام؟ 2. أس 2. يبقى احنا رفعنا الكسر الأول. طب تعالى نفك الأس ده. هنزل الأولى زي ما هي على دي. 5 أس 2 25. ب25. 3 أس 2 ب9. بدل ما أقول أطرح الأسس، هي أي حاجة على نفسها بتساوي كام؟ 1. 25 على 9 على 25 على 9 أكيد 1. طيب، هل هنا يا شباب أقول أجمع أسس ولا أطرح أسس؟ لا، دي ولا ضرب ولا قسمة. في حد عنده صوت يا جماعة؟ لو سمحتوا اللي عنده صوت يقفل المايك. دي مش ضرب ولا قسمة، دي جمع. فالمطلوب مني أطلع ناتج كل واحدة وأجمعهم في الآخر. طب دي -2 أس 4. السالب يتحذف عشان الأس زوجي. و2 أس 4 يعني 2 مضروبة في نفسها 4 مرات. 2 في 2 في 2 في 2. لما نضربهم يدينا 16. هنا السالب يفضل معايا ولا يتحذف؟ لا، يفضل معايا عشان الأس فردي. و3 أس 3 يعني 3 مضروبة في نفسها 3 مرات. 3 في 3 في 3 يدينا 27. نرجع بقى للترم الأول. عدد موجب مع عدد سالب في الجمع، نعمل ايه؟ نطرح وناخد إشارة الكبير في القيمة المطلقة. الكبيرة في القيمة المطلقة هي 27، إشارتها سالب، ناخدها ونطرح 27 ناقص 16 يدينا 11. يبقى أنا في الجمع والطرح ولا بقول أجمع أسس ولا أطرح أسس، بطلع ناتج كل واحدة وأجمع في الآخر. طيب نيجي هنا رقم 9. -1 أس 50. أولا السالب ده الصوت يتحذف. عند حضرتك بيقطع. طب كده في سامعيني الصوت عند كويس؟ حضرتك يا مستر. كلكم يا جماعة الصوت بيقطع بتاعي عندكم؟ حضرتك كويس يا لا مستر. يا مستر يبقى سامعينك كويس. المشكلة عندك انت يا يوسف. انا النت عندي كويس، يبقى المشكلة عندك انت. طيب قلنا في رقم 9 ده عدد سالب الأس بتاعه زوجي، السالب يتحذف. 1 أس 50 ب1 زائد ده عدد سالب الأس بتاعه فردي، السالب يفضل. و1 أس أي حاجة ب1. 1 زائد -1 عدد مع معكوسه الجمعي يدينا كام؟ 0. 0. طيب رقم 10. اوعى تقول لي اجمع اسس عشان اساسات متشابهه، لا، ده مش ضرب، ده جمع. هطلع ناتج كل واحده واجمع في الاخر. 2 أس 3 ب8 زائد 2 أس 2 ب4. 4. 4 و8 12. نيجي في السؤال الرابع. ضرب على اسمه. احنا اتفقنا نفتكر كده في ضرب الاساسات المتشابهه بنعمل ايه؟ بنجمع الأس. طب في قسمه الاساسات المتشابهه بنطرح الأس. يبقى انا في مسألة زي كده انا عايز اخد البسط كده لوحده. دي 5 ودي 5 اساسات متشابهة وضرب. انزل واحدة منهم واجمع الاسس. 1 زائد 3 4. 4. تحت زي ما هي 5 أس 4. اي حاجة على نفسها بتساوي كام؟ 1. وممكن اقول هنا قسمة اساسات متشابهة انزل واحدة منهم واطرح الاسس. 4 ناقص 4 صفر. واي حاجة اس صفر بكام؟ 1. برضه ب1. اللي ما فهمش المسألة اللي فاتت المسألة دي هتفهمها لنا أكتر. يلا ناخد البسط. مش ده ضرب؟ أساسات متشابهة ولا لأ؟ متشابه. يا مستر. أنزل أساس واحد منهم وأجمع الأسس. 7 9. زائد 2 9. 9. 9. تحت برضو ضرب أساسات متشابهة. أنزل واحد منهم وأجمع الأسس. 3 و5 8. 8. كده بقت قسمة أساسات متشابهة. دي 6 ودي 6.
انزل واحده منهم واطرح الاسس، بس اطرح من فوق لتحت. 9 ناقص 8. 6 أس 1. اس واحد ما بنكتبوش، هي 6. الواحد ما بنكتبوش في الاس. طب رقم 3، فوق كله ضرب، وضرب اساسات متشابهه. انزل واحده منهم، نعمل ايه في الاسس؟ نجمع 8 زائد 3 11. 11. 11 واحد زائد 12 1 12. 12. تحت. بس مش مكتوب واحد هي 7 أس 10. نعم. مش مكتوب واحد فوق السبعة. مش مكتوب واحد على السبعة دي؟ ما هو لما يبقى مش مكتوب أس يا آدم، يعني معنى كده إن هي أس واحد. تمام. فاكر الترم الأول لما كنا بنقول الإكس؟ الإكس المعامل بتاعها كام؟ واحد، بس ما بنكتبوش. الأس بتاعها كام؟ واحد برضه، بس ما بنكتبوش. الواحد ولا بكتبه في المعامل ولا بكتبه في الأس. تمام يا آدم؟ تمام. طب كده بقت اسمة أساسات متشابهة. أنزل واحدة وأطرح الأسس عشان دي اسمة. 12 ناقص 10 2. و7 أس 2 يعني 7 مضروبة في نفسها مرتين. 7 في 7 ب49. 49. طيب رقم 4. اهي يا شباب، ثانية واحدة. هنا فوق دي -4 ودي 4، الفكرة اللي قلناها في الرابط الأول. هل الأساسات متشابهة؟ لا. طب أقدر أخليهم متشابهين؟ أيوة، نازل السالب السالب دي ينفع عشان تتحذف؟ تحسب الأربعة. ايوه كتير. ينفع تتحذف لأن الأس بتاعها إيه؟ زوجي. زوجي. زوج. طيب كده بقى هما الاتنين 4، اخد واحدة منهم واجمع الاسس. 8 و2 10. 10. طيب تحت الاساسات متشابهة ولا لا؟ متشابهة. متشابهة. لا انا مش مش، لا متشابهين. ما هو دي لو انت حذفتها عشان الاس زوجي مش هيبقوا متشابهين. هم اصلا متشابهين اهو. مش دي -4 ودي -4؟ خد واحدة منهم تبقى -4 واحدة، بس حطها في اقواس واجمع الاسس. 1 زائد 6. 7. 7. طيب لما اجي اقسم، هل 7. دي اسمة اساسات متشابهة؟ لا. لا. طب اسال نفسي لا. سؤال، يا سلام لو السالب دي تتحذف، هي مش هينفع هتتحذف؟ تتحسب. لا. لا. مش هينفع عشان الأس لا. فردي. لأنها 7 فردي. طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ نخرجها بره. نحط السالب برا القوس. ايوه، يبقى 4 أس 10 على السالب يبقى بره القوس، وهنا 4 أس 7. ونقسم عادي. ونقسم عادي لما يطلع الناتج بقى نحط السالب تاني. برافو عليك. طيب انا هكتبها من هنا. دي 4 ودي 4، انزل 4. و10 ناقص 7 3. 3. 3. بس السالب هتبقى يفضل بره سالب زي ما 4 أس هو، 3. يبقى سالب زي ما هو. و3 أس 4 4 أس 3 يعني 4 في 4 في 4 64. بكام؟ 64. كلنا فاهمين لغاية كده يا شباب؟ أيوة. أيوة. هي نفس الأفكار اللي شرحناها في الرابط الأول. طيب رقم 5، هل فوق أساسات متشابهة؟ لا. تحت لا. أساسات متشابهة؟ لا. لا. طب لا أعمل يا إيه في مستر. المشكلة؟ لا مفيش ولا فوق أساسات متشابهة ولا تحت أساسات متشابهة. طب أعمل إيه؟ هحول مسألتي كده. أنا هاخد الاتنين دي فوق مع الاتنين اللي تحت. هي دي ضرب ولا قسمة كده؟ اسم. قسمة. يعني أنا هقول اسم. 2 أس 5 على 2 أس 3. 3. كده خدت المتشابهين. العلامة اللي في النص هنا علامة إيه؟ ضرب. في ضرب. آخد السبعة دي مع السبعة دي. 7 أس 4 فوق على 7 أس 3 تحت. العلامة اللي بينهم في. ناخد العشرة دي مع العشرة اللي تحت. 10 أس 7 على 10 أس 5. 10 أس 5.
يلا نطلع ناتج كل واحدة كده لوحدها. هنقول ايه؟ اتنين دي هنطرح قسمة الأس. أساسات متشابهة، هطرح الأسس. هقول 2 5 ناقص 3 2. 2 أس اتنين 2. اتنين أس أس اتنين. اتنين. دي قسمة أساسات متشابهة، أنزل واحدة وأطرح الأسس. 4 ناقص 3 1، ما بكتبوش. في دي 10 زي ما هي وأطرح الأسس. 7 ناقص 5 تلاتة 2. 2. اتنين. هل ينفع أجمع أسس هنا؟ ها؟ لا. 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 لا لا. أطلع ناتج كل واحدة لوحدها. دي 2 أس 2 يعني 4. في 7. في 10 أس 20. 2 يعني لا، مين؟ 10 في 10 ب 100. 10 في 10 مش ب 20. انا ما بضربش الاس في الاساس، انا بقول 10 اس 2 يعني 10 مضروبه في نفسها مرتين، 10 في 10. يلا نطلع الناتج. 4 في 7 ب 28. 28 في 100، انزل ال يبقى 28 قدامها 2800. الصفرين، يبقى 2800. كلنا فاهمينها؟ اه. طيب اه. رقم 6. بس انا فوق. ما فهمتش رقم 5. طيب رقم 5 من الاول اهي. احنا عملنا ايه؟ هل في الضرب اللي فوق فيه اساسات متشابهه؟ دي 2 ودي 7 ودي 10، فمش هقدر اجمع اسس. عملت ايه يا ادم؟ خدت الاتنين اللي فوق دي مع الاتنين اللي تحت، كده دول قسمة اساسات متشابهة. كتبتهم اهو. السبعة اللي فوق مع السبعة اللي تحت، العشرة اللي فوق مع العشرة اللي تحت، وفي النص بين كل اسم فيهم ضرب، علامة الضرب هنا اهو. طلعت ناتج دي قسمة اساسات متشابهة، طرحت الاسس، ودي طرحت لها الاسس ودي طرحت الاسس. دول مش اساسات متشابهة عشان اجمع اسس في الضرب، فطلعت ناتج كل واحدة لوحدها وضربتهم في الاخر. عايز تاخدها سكرين شوت؟ خدها سكرين شوت دلوقتي وانا بسجل لكم الحصه اصلا. تمام. تمام. معلش عندي سؤال. اتفضل. هو احنا بنلاقي التسجيل ده فين؟ هبعته لكم على الجروب. اوكي يا مستر. طيب رقم 6. هل فوق في ضرب اساسات متشابهه؟ لا. بس احنا ممكن ناخد السالب 2 دي اللي فوق مع السالب 2 اللي زيها اللي تحت، فنقول سالب 2 اس 7 على سالب 2 اس 5. العلامه اللي بينهم ضرب، اقول فيه التلاتة دي مع التلاتة اللي تحت. 3 اس 6 على 3 اس 4. طلع ناتج كل واحده. دي سالب 2 ودي سالب 2، انزل سالب 2 واطرح الاسس عشان دي اسمه. 7 ناقص 5 2. في انزل 3 واطرح الاسس. 6 ناقص 4 2. هل ده ضرب اساسات متشابهه عشان اجمع الاسس؟ لا. لا لا. لا. يبقى اطلع لا. ناتج كل واحده لوحدها. السالب دي تتحذف عشان الاس زوجي. 2 اس 2 ب 4. 4. 4. في 3 اس 2 ب 9. 9. 4 في 9 36. 36. 36. طيب سريعا عشان فاضل 8 دقايق، انا عايز اخد فكره قبل المسائل دي. بيقول لي نصف العدد 2 اس 10. لما اجي اسالك سؤال كده بسيط، اقول لك نص مثلا ال 20 جنيه، نص ال 20 كام؟ 10. طب 10. عملت ايه؟ 10. قسمناها على 2. يعني انا لما اجي اعرف نص حاجه، انا بقسم على الاتنين مش بضرب في اتنين. طب ربع حاجه، اقسم على الاربعه. 4. طب ضعف ال 10 جنيه كام؟ 40. 20. ضعف ال 10 كام؟ 20. 20. عملت ايه؟ الضعف زودت، يعني ضربت في اتنين. يبقى في المسائل دي لما يجي يقول لي نصف عدد، اقسم العدد ده على الاثنين. نصف العدد 2 على اس 2. 10، اقول له يعني 2 اس 10 على الاثنين. طيب اطلع الناتج ازاي؟ دي هنحذف 2 ودي هنحذف 2. 1 من 10 هتبقى 2 أس 9. برافو عليكم. يعني نعمل ايه؟
انزل واحدة منهم واطرح الاسس، عشان دي اسمة اساسات متشابهة. 10 ناقص 1 9. طب ضعف العدد، يا ترى هقسم ولا اضرب؟ هنضرب في اضرب. 2. اضرب. يبقى 2 اس نضرب 10 عشان اجيب ضعفها اضربها في 2. كده بقت ضرب اساسات متشابهة. انزل واحدة واجمع الاسس. 10 و1 11. أضرب 11. فهمنا كلنا الفكرة دي؟ اه. نرجع بقى للمسائل بتاعتنا. تمام يا مستر. ثانية واحدة. طيب احنا كده الناس اللي موجودة معانا دلوقتي هم اللي كانوا موجودين في الحصة الأولى، صح؟ ايوه ولا في لسه حد داخل لسه دلوقتي؟ ايوه بس انا كنت طيب ماشي. رقم 7. في الحصة الأولى كنا 16 دلوقتي 15. طيب يبقى في حد مش موجود. ماشي. رقم 7. هنا ايه وهنا ايه؟ هي مش أساسات متشابهة بس أقدر أخليهم متشابهين. أشيل السالب دي لأن الأس بتاعها ايه؟ زوجي. زوجي. فهنزل ايه واحدة، وده ضرب أساسات متشابهة. نجمع الأسس. 6 و4 10. 10. تحت أساسات متشابهة. هنزل السالب ايه واجمع الأسس. 3 و5 8. 8. 8. طيب هل كده في الاسم هي أساسات متشابهة؟ لا. لا، بس أنا هخليهم متشابهين. ليه؟ لأننا هنحسب هي السالب لأن الثانية 8 عشان زوجي. بتاع زوجي. السالب ده يتحذف عشان الأس بتاعها 8 زوجي. كده بقت ايه هنا وايه هنا. انزل واحدة واسمها يبقى اطرح الأسس. 10 ناقص 8. 2. وطبعا 2. ده رمز ما اقدرش اعرف ايه أس 2 بكام. طيب رقم 8 نفس الفكرة، مفيش اي اختلاف. ناخد فكرة جديدة في الاربع دقايق اللي باقيين. طيب الفكرة دي يا جماعة رقم 10. احنا قلنا عشان اخلص من الأس السالب اعمل ايه؟ لأن إحنا نقلب العدد. نقلب العدد. يعني لو العدد في البسط انزله في المقام. طب لو في المقام خلي في البوك. نطلعه بس. ماشي. 2 أس طيب سالب انا 2. عندي مشكلة هنا. 2. السالب موجود في الأس ما سيبوش. هي الاتنين دي مش بسط، انزلها مقام. اه. يعني انا هعمل شرطة الكسر بالشكل ده. تمام. الاتنين أس 5 ما عنديش مشكلة فيها. دي تنزل تحت تبقى 2 أس 2. مش هي كان الأس بتاعها سالب؟ نزلتها تحت بقى موجب. تمام. في دي برضو فيها مشكلة. 2 أس سالب 4. هي في المقام أطلعها في هتبقى في البسط البسط. تبقى 2 أس 4 بس. طب تحت باقي لي هنا 2 أس 3. كلنا فاهمين الكلام ده؟ يلا نطلع الناتج. دي 2 ودي 2 أساسات متشابهة. نزل واحدة واجمع الأسس. 5 و4 9. دي 2 ودي 9. 2 نزل واحدة واجمع الأسس. 2 و3 5. 5. 5. اسمة أساسات متشابهة. نزل واحدة واطرح الأسس. 9 ناقص 5 4. 2 أس 4. 4. يعني الاتنين مضروبة في نفسها 4 مرات. لما نجربها كده هيدينا كام؟ 16. 16. كلنا فاهمينها؟ ايوه. كان ممكن أعملها اه. بطريقة مختصرة. بدل ما أطلع وأنزل كان ممكن أعمل إيه؟ كان ممكن أطلع ناتج اللي فوق زي ما هو. ما دي أساسات متشابهة. أنزل 2 واحدة ونجمع الأسس. 5 زائد سالب 2 يدينا 3. واللي تحت انزل 2 واقول 3 زائد سالب 4 يدينا سالب 1. سالب 1. تمام يا جماعه. طيب وممكن هنا اطرح الاسس. تمام. اقول 2 اس 3 ناقص ده سالب 1. واتفقنا سالب ورا سالب كنت بخليهم ايه؟ موجب. موجب. يبقى برضه ب4. هيديني 2 اس 4 ان هي بكام؟
ب 16. 16. الأولى أسهل ولا التانية؟ تاني. التانية ماشي، بس نخلي بالنا لو اتبقى معايا سالب في الآخر أبقى أعمل إيه؟ أقلب العدد. طيب آخر مسألة رقم 12، أو ناخد واحدة كده مقالية من دول عشان رقم 12 نفس الفكرة. إذا كانت مدين الإكس قيمتها سالب 3 والواي ب4، أوجد القيمة العددية لكل مما يأتي. عايز إكس أس واي. هي الإكس تبقى كام؟ سالب 3 أس واي أس الإكس 4. بسالب 3 أس 4. الواي إن هي 4. طب دي قيمتها كام؟ هل السالب هيفضل ولا يتحذف؟ يتحذف. عشان الأس تبقى ثابت. 81. و3 أس 4 بكام؟ حذف. 81. طب رقم 2، نخلي بالنا هو ما حطش أس 2 على كله، هو حطها على الواي بس. يعني السالب ده معايا وواي ب4 أس 2. هل السالب يتحذف ولا يفضل معايا؟ يفضل معانا. عشان دي مش في أقواس، فأنا هنزل معاك السالب وأقول 4 أس 2، يعني 4 في 4 بكام؟ 16. ب 16. ناخد في 16. الدقيقة دي رقم 5. بيقول لي إكس أس زائد واي الكل أس 2. هعمل نفس الأقواس ونفس الأس، والإكس مديها لي بسالب 3 زائد زائد 4. الواي ب4. هطلع الناتج تبقى واحد. واخليه اس 2. سالب 3 زائد 4 1. واحد. 1 اس 2 1 بواحد. زي ما هو. طيب اخر مسألة، سالب اكس الكل اس 3. السالب جوه القوس، يعني هقول له سالب والاكس بكام؟ تلاتة. بسالب 3 تبقى الكل اس موجب 3. سالب سالب ورا سالب يعني موجب. موجب. 3 اس 3 ب 27.